شبيك لبيك، انت دعكت الفانوس. خد بقى، انا عايز اقول لك على حاجه. الجوكر بتاع العرض لو في ايد تاجر تاني باللي انتوا هتشوفوه هيتمطع فيه، ولما تعرفوا سعره. الله يبارك لك يا حاج صلاح، الله يبارك لك يا باشمهندس حسام. عملنا سعر مخفض على الجوكر غير العرض. محدش فاهم حاجه. اقول لك افهمك. يلا نشوف العود الاول. يلا. هي نونوت في دماغي. رفع السيجاره تفريغ هوا. شوف دي تفريغ هوا. ماشي، قول لي ماشي، شغلني كده، قول لي ماشي. بص الحديد اهو. هي نونوت. ده شيء شايف رفيع قوي، هيشيل الكرسي ازاي؟ انا عارف انا بقول لك ايه. بفضل الله المسمى مش عشان جبناه مره وظبط لما يجي رساله منه تاني ما نختبروش. لا، على مين؟ صلى على سيدنا النبي. هيشيله ازاي رفيع قوي يا اخوانا؟ الكرسي ما بيتحركش من مكانه. باين الكرسي معاك؟ الكرسي باين معاك؟ ايه يا باشا، اجي اصور ولا ايه؟ بص بقى، احنا مش هنرفع، احنا هنشمط عليه بسم الله. الاكشن باين. ما ترفعش يا جدع، ما ترفعش من على الارض. كده اترفع من على الارض. صلى على سيدك النبي. انا رافع ايدي فوق اهو، انا مش هتكلم. طول 42 ب 275 جنيه. ب 275 جنيه بيجيبوا زيه للجج وللتسقيط ب 3000 جنيه، والمصحف الشريف ما بيبقى في قوته. يبقى اول بند في عرض شبيك لبيك العود اللي انت شفته طول 42. صلى على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. دي فاتوره عمي سعيد، كان متعشم فيها من زمان، بس الحاجه اللي كانت في دماغه ما جاتش، بس ما كانتش موجوده يعني، وجت الحمد لله رب العالمين. باشمهندس حسام، حاج صلاح داعمين عرض شبيك لبيك لتكمله سلسله الحبايب اللي كان بدايتها حبيب اخوك، بعد كده اخر واحد باشا مصر، بعد كده المهرجان. ده الرابع بتاعهم شبيك لبيك. سيب الفيديو، روح على الواتس اطلب العرض، اسمع كلامي، لان فاتحين باب الجمله فيه. لو واحد عايز كل الكميه جمله هبيعها له عشان هنراضي بيهم. عمالين يكلمونا على الواتس اللي بقى لك كذا عرض من سلسله الحبايب ما بتخدمناش فيهم. حالا دلوقتي سيب الفيديو اطلبه، مالكش دعوه، ارمي فلوسك كده ومالكش دعوه. انا اللي مسؤول. خلاص. بالنسبه للناس الجديده اللي اول مره تشوفنا، استمتعوا معانا بس يا اخوانا على ما تعرفونا. يبقى اول بند في العرض يا حبيب اخوك عرض شبيك لبيك. العود اللي انت شفته ب 275 جنيه. هخليك تسقط وهخليك تجج وهخليك تشمط وهخليك تعمل من على الكباري وشوح يا باشا بواحد صاحبك، مش برصاصه 100 ولا ب 200 ولا ب 300. خلاص. اللي بعده السفاحه ال 10000. ايوه دواخلها نحاس، 10000. يعني عايز تحط مثلا مقاس 50، حط لك بتاع 270 300 متر وعلى الخط بتاعها. السفاحه 450 جنيه. ماشي يا عم سعيد. يبقى العود اللي انت شفته 275 جنيه. السعر ده مش هيستمر، ده حاجه لقطه بس كده، ودخلناه في عرض برضه عشان ده الجوكر، وعشان لما حد يطلبه نبقى نمسكناه عود يدعي لنا بسببه وبسعر حلو. ومكنه ب 450. احتمال مش اكيد، احنا قعدنا شهرين ما بنجيبوش، مش عارفين نجيبه. احتمال مش اكيد يبقى يدخل في، يعني اخر عرض يدخل فيه سونار الشراره. بيجي بطلوع الروح وبينحجز قبل ما بيجي الشراره. الناس حافظينه بس عشان الناس الجديده. العبوه 100 سن ب 200 جنيه، العبوتين ب 400 جنيه، والاثنين كوري. كل اللي انا بقوله ده ما بين ايديكم، والاثنين كوري. العبوه 100، الاثنين دول ب 270 جنيه، الاجمالي 1400 جنيه. حلوه قوي بالصلاه على سيدنا النبي.
كده العرض انت شفت محتوياته يا ابن الناس وعرفت سعره 1400 جنيه كويس. العرض ده بقى معمول للناس اللي شحنت مني قبل كده، الناس اللي متابعانا وعارفه شغلنا وعارفه بنشحن ازاي وبنعمل ايه وبنسوي ايه. الجديد سامحنا، عايز تنضم للحبايب ومتابعنا من زمان على راسنا. الجديد هتلاقي نفسك بتزهق معايا، بتستعجلني في الشحن، شحنت ولا لسه وبتاع وما ردتش عليك هتزعل مني. دي سلسله لحبايبنا اللي بقى لهم سنين معانا. خلاص شفت العرض ب 1400 جنيه يا عم سعيد، ولا نخش في الموضوع عشان الناس ما تزهقش مننا. انت لو جيت المحل عندي او رحت لاي محل تاني عملت الفاتوره بعود قوي زي كده، التاجر لو خصم لك 50 جنيه خد العرض، خد العده دي. لو خصم لك 50 جنيه اسمع من اخوك خدها بفضل الله وحده فقط. هنعمل معاك ايه؟ شفت العرض، شفت محتوياته، عرفت سعره، برافو عليك. عروض قويه زي كده حاجه منها اعملها صدقه جاريه، واحد يكون على الله ولا بتاع اديله مثلا حاجه من عدتك، يعني تكسب صب، يعني نكون سبب لبعض ايه في دخول الجنه ان شاء الله. صلى على النبي، قول عليه الصلاه والسلام، قولها بحماسه كده عشان اللي جاي حلو يعني. هبعت لك نفس العود هديه عشان مديرك اللي مزهقك في الشغل توري له الفيديو تقول له شوف العود بيتعمل فيه ايه اهو يا معالي الباشا، اعمل لي اجازه عارضه بقى. خدت بالك؟ انت كده مرضي، والله مرضي، انا بحلف بالله انا عارف انا بقول لك ايه، لان العود نفسه عليه دعم، والله العظيم انت كده مرضي، انا مش مرضي. خدت العود وهحط لك المكنه الفراشه، اسرع مكنه في مصر، مقاس 5000 معدن، ثمنها 350 لوحده، هديه على العود ده. انت مش عايز حاجه تاني، انا عايز هملاها لك برد. صلى على سيدنا النبي، ما بقاش بحبك وبخدمك وتزهقني، معلش انا بتكلم بعشم عشان انتوا حبايبي. المكنه دي في التشاطيب والبرد في التشاطيب، هتخلص وممكن اوقف العرض عندها. خلصت هحط لك مكنه مقاس اكبر ونفس الكفاءه بس ما عنديش برد تاني، هتبقى مكانها. خلاص بكلمكم بكل وضوح عشان انتوا حبايبي قبل ما تكونوا زبايني. يبقى شفت العرض، برافو عليك، اصبر استعجل ليه؟ شفت انت العرض وشفت محتوياته وشفت سعره وخدت نفس العود هديه وخدت المكنه الفراشه وهملها لك برد هديه كمان. انت كده المفروض تروح على الواتس وتطلب ما تكملش معاه الفيديو. بس في حته صغيره قد كده قد النمنمه يعني. اخوه لا اخوه ال3 متر هديه يا باشا، ناخدك من ايدك ونطلعك ترند، نطلع بيك انا وانت كده نطلع ترند بامر الله يعني. يبقى انت طلبت العرض، الاولويه اللي شحنوا مني قبل كده عشان الناس ما تزعلش، طلبت العرض، خدت العود نفس العود اللي في الاول هديه فوق العرض، وخدت المكنه الفراشه هديه فوق العرض وهعملها لك برد هديه، وخدت العود اخوه ال3 متر هديه. التواصل لا مفيش تواصل مين؟ نخش على البند بتاع وجع الدماغ، ابعت لك هديه محبه بقيمه 200 جنيه. كان ممكن اسكت والعرض هيولع الدنيا، بس ده رزقكم، انا ببقى موصلاتي وعشان ربنا يبارك. وفي اوبشن كمان هقوله لك، انا هستفاد من الاوبشن ده، خليك معايا كده يا باشا. انت عرفت عرضك وعرفت هداياك، وما تنساش تقول لي فين الهديه الرمزيه يا فوزي هحطها لك، غير هديه المحبه 200 جنيه هتحط هديه رمزيه. اتفقنا. نخش بقى على الاوبشن. العرض ب 1400 جنيه، عايز تدفع نص ثمنه بس وتاخد العرض وحلال عليا الهديه، انا موافق، بس بشهد ربنا وبشهدك ان انا في الحاله دي هكسب كتير قوي من وراك. خلاص اسف مش هقول لك التواصل ازاي عشان الاولويه للي شحنوا مني قبل كده. اخوك الصغير مقاما فوزي اسف. السلام عليكم.